هدموا الفوتبول. سيرتان ماناجر هدموا الفوتبول. سيرتان زونترينور كومبليس يضلوا يشطحوا في لافان دي ماتش وما كومبليس في البيع والشراء السي رضوان. اي سيرتان جوار ما لازمش تنساو تجبدوا اللاعبين. جو دي او زوتوريتي يا بوكو جوار اللي يعرفوا ماشي غير واش كاين تحت القدره باسكو هما اللي يلقون. مبروك فوز المنتخب المغربي لكرة القدم والتأهل للدور الثاني من كأس العالم المقامة في أوزباكستان. فوز رائع. النتيجة والأداء كان شوية من النتيجة يعني 6-3 ما شاء الله. الطريقة كان مرة الأداء مرة كان يطلع مرة كان يهود، ولكن عرفنا يعني واش ممكن هو جرى المقابلات ديالو هادو زوج باش يتأهل للدور الثاني. وعندك المقابلة ديال البرتغال هي اللي غادي يبان فيها المستوى الحقيقي ديال المنتخب المغربي، لأنه المستوى ديالو هذا ماشي هو الحقيقي هذا إلا حسن بهم التأهل للدور الثاني. وإن شاء الله مع البرتغال غادي يفوز بالنتيجة والأداء وعقلوا عليه، لأنه مع البرتغال مين تلعب مع فريق كبير وعارف المنافسة غادي تكون، لأنه باش تعرف الطريق ديالك باش إن شاء الله بإذن الله تحت المرتبة الأولى ويهرب على البرازيل ويهرب على كل شيء، خاصك تكون يعني اداء طوب. وشفنا اليوم البرتغال حصله مع طاجيكستان ربحت ب3-2. يعني بليك شايف مول المغرب ربح طاجيكستان ب4-2. يعني المغرب متحسن من المقابله الاولى الزوجه، والثالثه غادي يكون ان شاء الله في الطوب، لانه العيان وهذوك مازال الفورمه ديالهم الحقيقيه ما شفناهاش. يعني اليوم تشوف غير الشعراوي انا عجبني المقابله الاولى والزوجه عجبني. هذا الادريسي اللي دا احسن رجل مقابله. الحارس حتى هو. ان شاء الله المقابله الزوجه المقابله الثالثه هذه ديال البرتغال خصو يحسمها المنتخب المغربي باش يتاهل على راس المجموعه. كاين القرعه ديال كاس افريقيا ديال اللي دارت في مصر اللي غتلعب فيها كاس افريقيا اللي يلعب فيها المغرب ديال كره القدم الشاطئيه. نتمنوا له التوفيق وان شاء الله يحضروا لهذا النهايات. نذكركم بانه المنتخب المغربي هذا ديال كره الشاطئيه فاز بدوري دولي كانت فيه فرنسا وكانوا فازوا به. يعني منتخب يعني ما شاء الله عليهم. نتمنى ان شاء الله يحققوا اللقب هذا ديال كره القدم الشاطئيه، وخرجوا في مجموعه ديال مصر وتنزانيا وغانا، ولكن يعني لا عرفوا يجاريوا المقابله ديالهم ان شاء الله يفوتوا للدور يفوتوا ويديوا هذا اللقب هذا، ونتمنى لهم الخير. رجعوا المقابله هذه قلت لكم مقابله يعني دكيك جار المقابله الاولى والزوجه درك عنده ضمن التاهل ديالو للربع النهائي، درك باقي له المقابله هذه يعرف يجاريها يفوت باش في الربع النهائي ان شاء الله باذن الله يتفادى في الادوار المتقدمه. يعني عندك الربع والثمن والنصف يتفادى فيهم البرازيل ايران. يعني هاد المنتخبات اللي يشكلوك شويه صعوبات، لانه سيرتو البرازيل الا فات هذا الاخر ان شاء الله باذن الله يعني الطريق قدامه سهله للنهائي. وسيرتو واخا غير ربع النصف النهائي، يعني النصف النهائي حاجه كبيره، ولكن ان شاء الله نتمنوا النهائي واللقب. ما هو راه يضرب لو كان يوصل للنصف النهائي يعني راه بقى لك خطوه. وين عندك منتخب عملاق انت وعندك لاعبين يعني واللعابه غادي يتحفزوا ان شاء الله باذن الله، تبقى لهم خطوه على لا فينال وتلعب لا فينال اول مره في التاريخ وممكن يجيب اللقب. الا جاب اللقب راه حاجه مفخره للمغرب، لانه المغرب راهم يخدموا، المغرب عندهم بنيه تحتيه. هذه الحقيقه. الناس راها تخدم، الناس راها تشتغل، الناس ما جاياش دير تحالفات مع واحد مع من غنديروا تحالف مدرك الجمعيه العامه هذيك اللي بدلوها من الكونغو داوها لاثيوبيا، لانهم عندهم الحق. شافونا احنا باغيين بس مش مع غادي تحالف. مزال غادي نولي هذا الموضوع هذا غادي نهضر عليه، ونهضر على الرئاسه ديال الاتحاد الافريقي سيرتو ديال فوزي القجع اللي وديال ابو ريده. الناس كل واحد راه يقول، ولكن ابو ريده ما يتفاهمش مع الرئيس الاتحاد المصري وكانوا باغيو يديروا له. المهم بعد غادي نقول لكم هذا الموضوع وغادي نحكيو عليه ان شاء الله باذن الله. رابطه الابطال شفنا البارح المقابلات، شفنا باريس سان جيرمان يعني ما نكذبش عليكم يعني ما عجبتنيش، يعني ما فريق ناقص بزاف. مانشستر سيتي تعادلوا. يعني الكره ما كانش شي فريق اللي بين كره في رابطه الابطال. ريال مدريد الموت، مانشستر سيتي البارح مع الانتر راكو شفتوا، باريس سان جيرمان. يعني نشوفوا اليوم هذا اللقاءات ديال اليوم، واخا هي انا هذا رابطه الابطال ما عجبتنيش لانهم خربقوها بزاف وزادوا فيها الماتشات بزاف وزادوا فيها الروينه. نزيدوا نتفرجوا اليوم عاود الاتحاد الاوروبي، نتفرجوا عاود الاتحاد هذاك ديال كاس هذا الاخر ديالو. المهم ان شاء الله باذن الله غادي تزيان الحاله، لانه هاد لي ماتش هادو انا يبان لي يمكن في الدوزيام تور عاد شويه تولي كوره، تولي الفرجه وتولي لان درك حسابات وواحد خايف وواحد ما خايفش. وشفنا قلت لكم نوادي كبيره
وطاحت في هذا المشكل. اللي ماشي سهله كيف ما كتعرفوا، المنتخبات اللي قويه بزاف. كان المنتخب البرتغالي اللي زعما حامل اللقب ديال البطولات كاس العالم، منتخب بنما اللي بطل كونكاكاف كما قلتي، منتخب طاجيكستان اللي واحد المدرسه اللي عاد بانت، اللي كيقدموا واحد الكره اللي جميله في اسيا. الصراحه مجموعه ماشي سهله. حنايا الحمد لله خدامين كيف ما كتعرفوا باش نمشيو ان شاء الله نلعبوا باش ندوزوا على راس المجموعه. كيف ما كتعرفوا دابا المنتخب الوطني المغربي ماشي باش ينافس، ماشي باش يشارك، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن جميع الجماهير المغربيه. بطولة كأس العالم واحد البطولة اللي كبيرة اللي فيها واحد المنتخبات الكبار اللي مشاركين، كالبرازيل كالارجنتين كالاسبان كالبرتغال. يعني واحد البطولة اللي ماشي سهلة. حنا عارفين الطموح ديال الجمهور المغربي ولا ديال الفيدراسيون ولا ديال حتى حنا لاعبين اللي كبير بالبزاف باش ان شاء الله نمشيو لابعد نقطة ولما لا الحصول على اللقب. الصراحة هادشي هذا ماشي ضغط، حنايا كلاعبين هادشي ما كيزيدنا غير تحفيز. ملي كنشوفوا الجماهير كطالب زعما بالبطولة، بالعكس هادشي هذا ميزيد يحفزنا ان شاء الله باش نخدموا ونمشيو ان شاء الله ننافسوا على الحضور. المنتخب المغربي لم يعد خصما مجهولا، هو اليوم احد القوى التقليديه في الفوتسال العالمي وليس الافريقي والعربي. بالتالي كل المنتخبات ستحضر للمنتخب المغربي جيدا. الجميل ما في الامر سي عبد الله هو ان رغم ان يعني جميع الخصوم يعرفون كل المعرفه الجيده للمنتخب المغربي، ولكن الطريقه ديال اللعب ديال المنتخب المغربي هي صعب جدا باش يعني توقع جميع الحركات وجميع لي زاكسيون اللي يقدروا يكونوا في المقابله. فالمنتخب المغربي بحال اللي قلنا يعني مساعد بشكل كثير. يعني هذه واحد سنين هو كيحاول يطبق واحد النهج اللي عطاتو نتيجه كبيره، حقق فيها يعني العديد من الكؤوس الافريقيه، كاس القارات، كاس العالم الماضي كان بصم على واحد المردود اللي هو كبير. وان شاء الله يعني واخا بحال اللي قلتي بان النصوص كلهم كيعرفوا المعرفه الجيده للمنتخب المغربي، ولكن المنتخب المغربي كيلعب واحد الطريقه اللي هي صعيب باش يعني تقدر تدافع عليه. نعم سي محمد، يعني تألق المنتخب المغربي قاريا وعربيا، نعلم جميعا بأنه توج بكأس افريقيا 3 نسخ متتالية، أيضا البطولة العربية، وفاز بكأس القارات، وكان رقما صعبا في المونديال السابق قبل 4 سنوات هناك في ليتوانيا. هناك مطالب شعبية صراحة، مطالب الجماهير المغربية بأن هذا المنتخب يجب أو نتمنى أن يتوج بكأس العالم هناك في أوزباكستان. هل تعتقد بأن ربما هذه الطموحات أو هذه الآمال قد تشكل ضغطا على لاعبي المنتخب المغربي؟ وفي اللي قال دريس الرئيس كيتعتبر بان هذا ضغط ايجابي ليس ضغط سلبي، لان كل المغاربه يثقون في هذه التشكيله ديال هشام دقيق اللي هي قادره باش تمشي الى ابعد حد في هذا المونديال. كنعرفوا بان باش تتوج بالمونديال هو امر جد صعب. مرحبا اصدقائي، وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالموضوع ديال الحلقه ديال اليوم. الى عجبتكم القناه ديالنا اصدقائي ما تبخلوش علينا بلايك وبكومونتير وكذلك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما الجديد ديال قناتنا وقناتكم اكستريم تي في سبورت. احبك في الله، الى الملتقى.